كشفت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن تفاصيل جديدة تتعلق بحياتها الخاصة وأفكارها، من بينها أنها سترتدي الحجاب يوما ما لأنها امرأة مسلمة مضيفة: لم أصرح بأني أخاف على نفسي، لكني اليوم أقولها لأني عزيزة جدا على نفسي وحريصة على حياتي. وتحدثت ياسمين صبري في تصريحات تلفزيونية: أنا خليفة الله وبصنع قدري والكون كله مسخر لخدمتي وأقدر أتحكم بيه حتى الجماد، وأنا امرأة مؤمنة وأربط أي شيء أعمله بالدين الإسلامي. وتابعت: بحرص دايما إني أسمع نفسي كلمات الرحمة عشان أكون متصالحة مع نفسي والآخرين، ودايما في المواقف الصعبة بلجأ إلى الله وبرجع له، مش بقاوم دموعي، لأن الدموع مهمة لأي إنسان سواء كان رجل أو امرأة، والبكاء مفيد إنما الكبت بيضر صاحبه. وذكرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن طفولتها قائلة: جدتي ربتني بأفضل طريقة وأسلوبها خلاني امرأة منضبطة لا ترتكب الأخطاء. بعد ما كنت مراهقة وحتى في التمارين مدربي كان بيقول لي: الشخص الذي يسعى إلى النجاح والاختلاف لابد أن يدفع الضريبة. وأنا شايفة إن الجيل الجديد ينقصه الانضباط، وأعتقد أن السوشيال ميديا أثرت بشكل سلبي على الجيل ده.